متابعينا ومتابعي صوت الملايين في كل مكان، مساء الخير على حضراتكم في واقعة تقشعر لها الأبدان. يعني النهاردة معانا قصة ومعانا تفاصيل حكاية حقيقي صعبة ومؤلمة. أستاذ صلاح اللي قدام حضراتكم بعد 9 سنين جواز اكتشف إن مراته بتمثل أو بطلة أفلام مش كويسة، اتحرم من ولاده، عاش 3 سنين كلها ضلمة، مشتاق لأولاده، حاسس بحالة من الرعب على أولاده، مستني يشوفهم، مستني يحس بالأمان في حضنهم. أستاذ صلاح هيحكي لنا تفاصيل قصته وحكايته اللي حقيقي من عجب. الأول عرفنا بنفسك. أنا اسمي صلاح محمد من محافظة البحيرة دمنهور. كنت علي صوتك شوية. والله يا فندم الموضوع يعني صدمة لأي حد. طبعا أنا هنا يعني ما كنتش متوقع طبعا خالص يعني أقرب حد ليا أو اللي أنا ضحيت بحياتي كلها من أجله، اللي هو يعني أكتشف حاجة زي دي جامدة. وكمان يا ريت كانت تيك توك أو حاجة خيانة مرة، لأ يعني حاجات كتير جدا مش كويسة. تمام. فاحنا هنا اكتشفت الأمر ازاي؟ اكتشفت عن طريق التليفون. عن طريق التليفون. عن طريق التليفون. فهنا خدت التليفون بتاعي كان فيه مشكلة، خدت التليفون بتاعها عادي بضمير سليم اتواصل معاها. موبايلك كان وقتها مش شغال فبتستخدم موبايل مراتك عادي. تمام. فبكتب كلمة كده على النسخ، فالكلمة طلعت لي جملة اللي هو النص التنبؤي اللي بيطلع على الموبايل. كنت بحثها قبل كده، يعني هو ظهر لي على التليفون اكيد كان في سيرش عن الكلمات دي. تمام. فانا طبعا لما دخلت فلقيت فضولك طبعا خلاك تدخل وتشوف ايه اللي مكتوب ده، ايه اللي على موبايل مراتي ده. حد عايش معايا مش لازم اعرف ايه الدنيا ماشيه ازاي. انا ما جاتش في دماغي خالص اللي هي طبعا تعمل الحاجه دي او ايه اللي موجود. لما الاقي فيلم مش كويس بتمثيل حاجات قذرة تمام على أقذر المواقع بتعمل حاجة زي كده، ومع مين؟ مع جوز أختها. دي اللي هي صدمة بالفعل. ما كنتش عارف أعمل إيه، أتصرف إزاي. يعني أنا باخد قرار سريع في رد فعلي، بس أنا اتحكمت بعقلي شوية، متحكمتش بدراعي على طول. يعني أنت اتحكمت بعقلي وقلت خلاص الحمد لله. صليت صلاة استخارة وقلت ربنا نورني وكده، بس أروح حل معاهم بالود وبالمعروف. زي ما دخلتوا بالمعروف اخرجوا بالمعروف. رحت بقى واجهتها او قلت لاهلها؟ يا ريت رضوا يواجهوني. انا رحت لاهلها، اهلها قفلوا في وشي. هي مش كانت معاك وقتها في البيت لما مسكت موبايلها؟ هي خلاص بقى قالت لي، يعني لما شافت ده قالت لي تعالى ودينا عند اهلي يومين. وانت كده سبتها من غير ما تعرف ايه اللي مراتك عملته؟ ما انا ما اتاكدتش، بس فيديو مخبيين وشهم ما كنتش كانش لسه ما اتاكدتش ان هي يعني خلاني اكد لي ان انا لقيت بعد كده بقى 500 فيلم. يعني انت فيلم واحد انفعلت وقلت بس انت مش متاكد. وهي قالت لك ايه الكلام اللي انت بتقوله ده ما قالتش لا مفيش الكلام ده. هي انا ما كنتش واجهتها بقى. انا قلت لها، قالت لي تعالى ودينا عند اهلي. جيت رايح واخد المدور الموتوسيكل بتاعي وجيت رايح موصل عند اهلي. رحت عشان اجيبها رفضت تيجي. دي اللي هي نقطه الشك. خلتني روحت بقى قاعد مع نفسي في الشقه ببحث براجع الفيلم مره واثنين وثلاثه ومليون. تمام. صرفت كتير طبعا على الشحن والرصيد والحاجات دي اللي انا اقدر ازاي اوصل واتاكد. ولما اتاكدت بلطجيه بقى سرقت اللبس بتاعها. عملت محضر طبعا في الاسم. طبعا لما روحت لاهلها بيقول لي جسم البني ادم بيتغير كل سنه، ده والدها. وسيبك من الكلام من الافلام الهندي اللي انت بتعملها دي، واعمل اللي انت عايز تعمله. قال لك ان انت بتعمل افلام هندي؟ وقال لي جسم البني ادم بيتغير. لما قلت له معايا علامات ليها وكده عايز اشوف واجهني بيها، لو مش هي هتقتلني. فطبعا هنا جيت متجه لمباحث عندنا وعملت محضر. وبس للاسف بقى هنا ما مشيتش انا صح من البدايه. تمام. القانون طبعا عادل والنيابه برضو تاخد. يعني انت اصلا عملت حررت ضدها محاضر ان انت ان هي بتخونك؟ طبعا. وانا لما اعمل الحلول الوديه ما عملتش كده. وهي من ساعه ما قالت لك من ساعه ما شفت الفيلم وقالت لك تعالى وديني عند اهلي، وانت من ساعتها ما شفتهاش تاني؟ بقالكوا كام سنه؟ 3 سنين. انت متجوز بقالك كام سنه؟ 12 سنه. كده 12 سنه.
متجوز بقالك 12 سنة؟ 24. طيب يعني بس انا قلت 9 سنين في البدايه لان انا في اخر القضيه 21 فكده يعني انت 9 سنين اللي عشتهم معاها. ليكوا 3 سنين منفصلين. يعني منفصلين بسبب الكلام ده. طيب انت قلت لها عملت كذا او في ما بينكم، ايه اللي خلاك بقى انت رحت واجهتها وكلمت اهلها وقلت لهم بنتكم عملت وعملت وعملت؟ رد فعلها يعني رد فعل اهلها؟ مفيش، هم رفضوا يقولوا اصلا. باب قفلوا بالقفل من بره، مش بيسمعوك يعني حتى؟ مفيش سماع. ولادك فين؟ ولادي للاسف معاها، وطبعا حضرتك عارفه يعني اكيد مالكش حق الرؤيه او ولا الكلام ده. هم طبعا هم في حضانتها لسه. اعمارهم قد ايه؟ احمد 10 سنين وفارس 4 سنين. 4 سنين و10 سنين. كنت سايب احمد وهو عمره 7 سنين وقلت لي فارس وهو عمره سنة. يعني علاقتك باحمد كانت عامله ازاي؟ علاقتي طبعا انا مسميه على اسم اخويا الله يرحمه، فعمري ما اذيته. الله يرحمه. عمري ما اذيته، عمري ما ظلمته. وكنت علي صوتك يعني معيشهم حياه كريمه. انت شغال ايه؟ انا فني صيانه اجهزه منزليه، بصلح اجهزه منزليه، غسالات اوتوماتيك. كلمني عن حياتك. اتجوزتها عن حب ولا صالونات؟ لا والله جوازي يعتبر صالونات، لان طبعا جيت عن طريق بنت خالتي. راحت تعارف عائلات يعني؟ تعارف عائلات، بس كانت تعارف بتغفيل بقى زي ما بيقولوا، او بغير. قريبتك دي غفلتك يعني؟ غفلت والدتي، يعني تعتبر غفلت والدتي. والدتي بحسن نية قالت لي عليها. يعني والدتك هي اللي قالت لك تعالى نشوف البنت، بنت فلان؟ مين اللي قال لها عليها؟ قريبتك بنت خالتك. والدتك والدتك طيبة من الستات اللي هي على الفطرة دي وكده. واحنا برضو رحت سألت طبعا عليها. طبعا هنا اهل الباطل مستفيدين منها اللي هم جيرانها. ليه يعني انت لما سألت عليها كان السؤال عامل ازاي بقى؟ يعني انت طبعا 100 اقول لك 100. كانوا بيقولوا لك ان هي شخصية كويسة وبنت ناس ومحترمة. على انها كانت شغالة في مكان يعني انا قعدتها كمان من الشغل حفاظا عن كرامتي. هي كانت بتشتغل قبل ما انت تتجوز؟ قعدتها من الشغل. هي بتعمل الافلام دي من امتى؟ يعني من خلال بحثي بقى بعد كده من قبل، يعني من 2000، من قبل الثورة. قبل الثورة 2009 كده. 2009. يعني انت كنت خاطبها وقتها، ما كنتش متجوز؟ كنت خاطبها بس ما كنتش اعرف الحاجات دي غير لسه من سنة 21. ما ينفعش اشوف حاجة دي واقبل ان انا اخطبها. لا يعني انت اتغفلت. انت بالنسبة لك ايام الخطوبة وكانت تعمل ازاي معايا الحاجات دي كلها دلوقتي، واتحرم من ولادي واتأذى وبلطجية، وابقى معرض من بلطجية اللي هي تأذيني. تمام. فانا هنا بناشد من خلال حضرتك القانون يا ريت يرجع لي ولادي في اقرب فرصه، ينجيهم من المستنقع ده، بحيث حفاظا على اولاد ابرياء ما لهمش اي ذنب وسنهم صغير. انا بعمل كده عشانهم مش عشان. ولادها كانوا بيشوفوها؟ لو كانوا بيشوفوها. انا عندي ابني الكبير ده متوحد مش بيتكلم، احمد. للاسف يعني الله اعلم يعني جت ازاي برضه قصه التوحد اللي هي ازاي يعني؟ مثلا انت سبته هو كان عنده 3 سنين. يعني احمد كنت الفتره دي بقى يعني بعالجه بقى تخاطب وكده عشان ما بيتكلمش. كان في تحسن في حالته ولا هو كان تعبان؟ في حاجه مش عايز تتكلم فيها دلوقتي. بعد اكتشاف القضيه هيتعرف حاجه كبيره جدا اتعملت لطفل ملوش اي ذنب، عشان خاطر لو شاف حاجه ما يقولش. ممكن يكون يتعرض لصدمه نفسيه. ممكن يكون بتعمل حاجه عشان خاطر ما يقدرش يتكلم. بس يفضل اللي احنا نتكلم فيها. تمام. خلينا دلوقتي بعيد. احمد وحشك؟ طب ازاي قابلت حضرتك او قابلت حد ما اعرفوش في الشارع وعمل معايا موقف عمري ما هنساه؟ عمل معايا موقف حلو عمري ما هنساه. فده طفل بقى انا ربيته وعشرته، بيحبني. ما شكتش اللحظه فيها يعني؟ ما حسيتش كده ان انت لا مش يعني فيها شيء مش كويس، سلوكها مش كويس؟ الناس عندك في الحارة مثلا، يعني انت عايش في منطقة شعبية. الناس عندنا في المناطق الشعبية بتلاحظ يعني زي ما بيقولوا كده. طول ما المنطقة مستفادة. ممكن تعلي صوتك بس. طول ما المنطقة مستفادة او في شخص بيدير شبكة في المنطقة دي، تأكد ان عمر ما حد هيجي يقول لي بس هم عارفين طبعا ممكن اعمل جناية. كلمة بتيجي عند صاحبها وتقف زي ما بيقولوا. الحمد لله معروف في منطقتي اللي انا ما بسيبش حاجة.
باخد حقي ووقتي. هنا الموضوع صعب على اي حد، وعلى مين الذي، على كمية البشر الموجودين في كل الحاجات اللي عاملينها دي. ياما انا لوحدي، انا مش هخش اضرب واكسر واعمل. واحنا في دولة قانون، لا اخد حقي. يعني 9 سنين، وقبل ال9 سنين جواز وهي بتستغفلك. للاسف. احساسك ايه؟ احساس صعب يعني، ما كنتش متوقع خالص. ليه يعني؟ انا حلمت من ايه يعني؟ الواحد كان ساعات معايا بالألف. علاقتك بيها كانت عامله ازاي يعني مثلا كانت علاقتكم وحشه، مشيت ورا حد مش تمام، حبت ان يبقى عندها دخل، شايف ان هي اتغفلت ولا هي عملت الموضوع ده بدماغها؟ السبب الوحيد اللي انا بقول اللي هي اتغفلت، اللي هي الفيديو الوحيد اللي كان بوشها من سنين يعني. الفيديو الوحيد اللي بوشها ده من سنين، من 10 سنين. ده الوحيد اللي اتحذف، والباقي كله مخبي وشها. فده ممكن يكون بتهديد، لان الشخص اللي معاها كان شغال مع جوز اختها، برضه جوز اختها مسجل مخدرات. يعني ممكن يكون اتحط لها حاجه. يعني قصدك ان هي ممكن يكون حد غفلها. بعد كده تمادت. تمام. بعد كده تمادت، فطبعا هي ليها الخطأ وليها الملام. يعني ممكن يكون هي بقى يعني الموضوع الاول كان تغفيله، وبعدين حبت الفلوس بتاعت ده من وجهة ده نظري. تفكيرك انت. تفكيري، بس ده هنا كل شيء بيقول كده. زي فيلم بوشها وهي مش يعني باينه فيه اللي هي يعني مش بطبيعتها، والباقي كله باستريحيه. الباقي كله بإرادتها. دي برضو في شكوك. بس هنا برضو انا ذنبي ايه مين اللي ظهر معاها في الفيديوز؟ للاسف جوز اختها، ومعايا اختها كمان. ومعايا الشخص اللي كان شغال معاه، ومعايا شخص كان خطيب. يعني هما شبكه. معايا صاحبتها. حياة اختها وصاحبتها في افلام متجزأة لوحدها في موقع مختلف. انما هي في موقع واحد بس كتير. موقع واحد. وفي تربحات كتيرة جدا. عاملة مشاهدات بالملايين. ودخلوا بقى في قصص عقارات وقصص غيره، وانا اللي بتأذي. طبعا محدش يسمع. ظهرت عليها المادة والفلوس؟ طبعا. ظهرت عليها امتى؟ يعني وهي معاك ولا؟ عليها وظهرت على عيلتها يعني امامها. كل واحد منهم اشترى بيت، وهم اشتروا بيت في مكان بعيد خالص في اراضي زراعيه عشان محدش يقدر يوصل لهم، في مركز نيرلندا اصلا. تمام. وفي نفس الوقت طبعا هنا بيتواصلوا مع التعليقات بتاعت الحاجات ديت لشركات، ممكن حد من بره القاهره او من خارج مصر، بحيث يقدروا يعملوا دولارات او يقدروا يعملوا عملات. تمام. يروحوا للاماكن ديت، وطبعا مسؤولين. وممكن في، مش عايز اقول لك، في عضو مجلس الشعب في المنطقه دي، ورحت قدمت له الحاجات ديت، وقال لي انا هعمل لها يعني، انت عايزني اروح اخش في المجلس اقول الكلام ده ما اعملش حاجه. انت ايه؟ ليه ما عملتش حاجه؟ انت واقف بطولك في الموضوع ده. انت وحيد اصلا. لان هنا معلش انا بظهر. اهلك عاملين ايه؟ هنا مش عايزيني اطلع تصوير ولا اطلع حاجه، وعايزيني انسى الموضوع ده. انا ما فيش مشكله، نسيته بس ما تاذيش. انت قلت لي بس ما انساش عيالي. نسيته بس ما يجيليش قواضي. ليه؟ هي رافعه قواضي عليك؟ بترفع حاجات اللي هي نفقات وحاجات من كده. نفقت عيال مش بشوفهم. نفقت عيال، نفقت عيال ام خاينه يتربوا في تربيه وحشه، يسيبوا يتربوا بدل ما يتربوا مع المهندس اللي هو عامل حاجات جديده. انت حضرتك انت اصلا مبتكر، بتعمل اختراعات وبتبتكر كده. صناعيه ومصريه. واشتغلت طبعا في شركه. حياتك كانت بتقول معاك عربيه وشغال في شركه عالميه كنت شغال في شركه كويسه، شركه خاصه، واشتغلت سواق تاكس. وطول عمري يعني بنعرف نجيب الجنيه بالحلال. معلش كل ده لما الاقي كل يعني ده كنت مقضيها وملبي احتياجاتها كل حاجه، لبسها وكل عيد ما يعديش لما اجيب لها حاجتها، اكلها وشربها كل يوم الحمد لله مكفيها. يعني ما قصرتش معاها ولا قصرت مع ولادك؟ بس كنتش بتزعلها؟ لا مش بزعلها غير لما تبقاش بتسمع الكلام مثلا. هي كانت عنيده كده طبعا. بس العند عمره ما خلاني توصل لدرجه اللي هي تخون. العند حاجه والماده حاجه والخيانه حاجه تانية خالص. محدش يقدر يتوقع اللي انا شفته وحسيته ومريت بيه. الدموع بتنزل عن عيونك اصلا بتلمع دلوقتي، عيونك فيها دموع. انا صعبان عليا فراق ولادي. فين ولادي؟ حتى معلش يعني ليه اسيبهم؟ انا يعني معلش بتشوفهمش ابدا يعني؟ بقالك 3 سنين خالص ما شفتهم خالص. وكمان حرمانها هي من الولد اللي هو بيحبني الكبير ده. الصغير ممكن نقول نساني. يعني الصغير سيبته عنده سنة فمش هيتذكرك زي احمد يعني. فاحمد ده يعني
صعب اللي هو حتى يعني كل يوم كان بيركب معايا الموتوسيكل وبمشيه، ممكن اخده معايا شغلي. هو شبهك اصلا. يعني مرة واحدة ما اشوفهوش، مرة واحدة الاقي كده هم متسابين. فانا هنا الشيطان برضو بيقول لي خد حقك يا ابني، انت مستني ايه؟ فانا هنا برضو حفاظا على حضرتك الدولة طبعا وكلام ربنا. يعني قتل النفس عن النفس حرام. انا ممكن اعمل كل حاجه. لا انت اقول لك يعني اعمل بوتاجاز بالرمود، يعني معلش مش عايز لا انت أحول مبتكر، ابتكاري. انت واحد مخترع لا مش عايز ودماغك احوله لحاجه دماغك وحشه. كويسه، فمش عايز تستخدم دماغك في السلبيه. انا لا لا يعني تمام. لا اقدمها لبلدي بطريقه كويسه، واقدمها لشباب بلدي بطريقه كويسه، واخلي برضو الحاجات دي. بنشوف دايما الراجل هو اللي بيخون مراته، ولكن يعني انا بالنسبه لي يعني مش عايز اقول لحضرتك انا معايا حلالي ليها بص مش ترخص. يعني انا دلوقتي قدامي مثلا اكله لو فول وطعميه وقدامي لحمه، انا بشبع من فول وطعميه. هنا الشبع بقى. انما ممكن اللي كان حرام بالنسبه له هو عمال فول الطعميه، بس معلش يعني لو هي سامعاك دلوقتي تقول لها ايه؟ بس انا هنقول لها منك لله، لا حسب الله ونعم الوكيل فيكي، وان شاء الله يعني قريب يعني مش هزعل عليها، هشمت فيكي ان انت دمرت حياتي ودمرت ولادك ودمرت شباب. هشمت فيها. هي اذتني واذت ولادها واذت نفسها واذت، يعني اذت عائلات، ممكن تكون اذت اختها او اذت جوز اختها، او ما تعرفيش مين السبب. هم يجيبوهم بقى مع بعضهم كلك كده ويشوفوا مين السبب. لو احمد سامعك دلوقتي ابنك تحب تقول له ايه؟ احمد سامعني، احمد بنقول ربنا يشفيه يكمل شفاء على خير ويخلصه، يجي لي في اقرب فرصه، ونقول له ما تزعلش مني، انا بعمل كل ده من اجلك. انت كده مش بتضر بسمعه اولادك؟ لا انا هنا يعني معلش لما ربنا يكرمني واخدهم، هي امهم هيجي لهم ام كويسه، وامهم ديت اكنها مش موجوده، وهيتعمل لها شهاده وفاه. وامهم هي ما تستحقش اللي هي تبقى امكم. انا بقول هي ما تستحقش اللي هي تبقى امكم، تمام باللي هي عملته فيك وهي اذتكم. بس انا غصب عني طلعت للاعلام عشان خاطر ارجعهم واخلي يعني معلش ما يبقوش عايشين في بيئه زي دي. انا بخرجهم من المستنقع. تفتكر ايه اللي وصل الستات لكده ان هي بس هو في طبعا بيبقوا معذورين للابتزاز، وفي اللي هم الماده اللي هم ظروفهم المعيشيه ما كانتش تسمح ان هم يجهزوا نفسهم، وفي الشيطان بقى. الشيطان ايه اللي يخلي مراتك تعمل كده؟ هنا التربح، هنا الفلوس. يعني هي غرضها الطمع والتربح من الفيديوهات دي. حاجه حد غواها لا مثلا نعملهم يكسبوا من بره، حبة الفلوس فبدأت تزداد بقى الحاجات ديت. بس انا ذنبي ايه؟ انا هنا ليه؟ انا اشمعنى انا؟ تحب تقول كلمة لأي واحدة دلوقتي سامعاك؟ والله يعني اي واحدة بقول لها خلي بالك من جوزك، وخلي بالك من اي شاب بيشتغل بالحلال وبيجيب قوته بعرق جبينه وبيحافظ عليكي وبيعرض نفسه للخطر كل يوم بالشقة عشان خاطر بيته وعياله، وبيلبي لك طلباتك وبيعمل كل شيء اللي يساعدك. عمره ما هيأذيكي، عمره ما هيضربك، اكيد انت بتعملي له حاجه. عمره ما هيأذيكي طول ما انت بتسمعي كلامه، عمره ما هيخونك طول ما انت مهتميه بيه. كلمه اخيره بتطالب بايه؟ انا بطالب بعيالي فورا. عيالي يعني مش نفسك فورا تشوفهم؟ اللي انا يعني بجبر لا نفسك تشوفهم؟ نفسي اشوفهم ونفسي يبقوا معايا، ما ينفعش يروحوا، مش اشوفهم ويرجعوا تاني للمستقبل. بتحلم بيهم؟ طبعا انا ما بنام. يمكن انا قاعد مع حضرتك دلوقتي ما نمتش وفي صداع عندي، ازاي يعني مش واخد راحتي في شغلي، مش عارف اشتغل، عايز ابعد عن المكان ده، اخد ولادي في اي مكان بره. لو بره مصر، لو مصر مش ترجع لي ولادي، خلاص يدوني الفرصه ان انا اسافر بعد ما يكتشفوا الناس ديت وتاكدوا من كلامي. في مليون طريقه، مليون دليل معايا الحمد لله. معاك الفيديوهات، معاك كل اللي يسمع. موقع كامل دي، انت عارفه يعني موقع ده احنا يعني لو في حد داخل يعني هم بيديروا موقع كامل خاص بالحاجات دي. يعني معلش لو في حاجه قادر يقدروا عن طريق الايباد والحاجات دي بس ليه ده كله تمام. وانا الحمد لله متعلم، ومش هقول لك بقى مبتكر والكلام ده، لا انا معايا فني اصلاح وصيانه معدات كهربائيه، عارف انا بقول ايه، عارف السكرينات ازاي، عارف التليفونات ايه، عارف العلامات ايه، عارف الصوت ايه، مش هقول اي كلام واطلع في الاعلام اكيد. يعني انت مش هتضر بسمعه نفسك الاول. يعني يا ريت الولاد يجوا لي في اقرب فرصه، ويا ريت القبض على المتهمين ما نعمله كده
من رأى الفساد في الأرض الفساد واضح، واللي بيخلق الفسق والفجور في منتجع في مجتمع إسلامي ديني في بلدنا ده ملوش اللي هو يعيش في وسطنا خالص، ويمشي يتحبس ويعني يتحكم عليه بأبسط شيء الإعدام، إن هو بيأذي الناس كتير، وناس كتير ماتت ببطء غيره ممكن هم السبب فيها بفلوسهم الشمال دي، واحنا بلدنا ما ينفعش يبقى فيها ناس. اشكرك يا استاذ صلاح، وباذن الله ان شاء الله حقك يكون راجع باذن الله، وتشوف اولادك ويكون احمد وفارس في حضنك باذن الله، وان شاء الله نلتقي بك على خير، وان شاء الله ربنا ينصرك، ربنا ينصر الحق دايما. اشكركم متابعينا ومتابعي صوت الملايين في كل مكان. كنا مع حضراتكم في لايف هام وقضيه زي ما قلنا في البدايه تقشعر لها الابدان. الراجل طلع واتكلم بشخصه وما بصش على أذية سمعته وأذية نفسه، ولكن عايز يحتضن أولاده وعايز ولاده يتربوا في بيئة صالحة في حضنه، وإن شاء الله بإذن الله رأي العام يكون معاه. بنشكرك يا أستاذ صلاح. مشاهدين ومشاهدي صوت الملايين في كل مكان، دمتم في سلام. السلام عليكم.